بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي. درس اليوم سيكون حل تمارين النشاط صفحة 34. موضوع الدرس حل التناسب الفصل الخامس. حل التناسب، يقصد بحل التناسب هو إيجاد قيمة المجهول. حل التناسب نقصد به إيجاد قيمة المجهول. أولا أحل كلا من التناسب التالية باستعمال الكسور المتكافئة. لاحظ أولا 7 على م يساوي 35 على 10. المطلوب إيجاد قيمة م. إذا لاحظ أن 35 أصبحت 7، 35 أصبح 7. إذا نقوم بقسمة البسط والمقام على 5. إذا البسط والمقام تقسيم 5 7 تقسيم 5 2. إذا يكون 7 على م يساوي 7 على 2. لاحظ أن البسط متساوي، إذا المقام أيضا يتساوى. إذا م يساوي 2. ثانيا بنفس الطريقة لاحظ أن 6 على س يساوي 12 على 24. المطلوب إيجاد قيمة س. إذا لاحظ 12 أصبحت 6، 12 أصبحت 6. إذا نقسم البسط والمقام على عدد بحيث أن 12 يصبح 6. إذا تقسيم 2 فيصبح الناتج 12 تقسيم 2 6 و24 تقسيم 2 12. إذا يكون الناتج 6 على س يساوي 6 على 12. لاحظ أن البسط متساوي، إذا المقام أيضا يتساوى. إذا س تساوي 12، س يساوي 12. ثالثا 5 على 15 يساوي 25 على ص. المطلوب إيجاد قيمة ص. لاحظ أن الخمسة أصبحت 25، الخمسة أصبحت 25. إذا نضرب البسط والمقام في 5 فيكون الناتج 25 على 75. إذا لاحظ أن البسط أصبح متساوي، إذا المقام يتساوى. إذا 25 على ص يساوي 25 على 75. إذا ص يساوي 75، ص يساوي 75. أيضا السؤال الرابع 21 على 27 يساوي ص على 9. المطلوب إيجاد قيمة ص. لاحظ أن 27 أصبحت 9، 27 أصبحت 9. إذا تقسم 21 على 27 تقسيم 3 فيصبح الناتج 7 على 9. لاحظ أن المقامات متساوية، ص على 9. إذا ص يساوي 7، إذا ص يساوي 7.